مش احنا النهارده عملنا زي نبدا 6 اكتوبر اسبوعين 3 4 بالكثير هتلاقيني محبوس. انا بكلمكم بجد، او معزول او متجمد. هو في كده؟ لا انا بسال، هو بيبقى في كده في الدنيا؟ هو الشريف المحترم الشريف المحترم اللي بيحترم مؤسسات بلده يتعمل فيه كده؟ واللي عنده عيال كل يوم هذا. شوفوا الواد ناصر وزوبع وزفت الطين ده مطر والعيال دي كلها. خلاص؟ يقول لك اوعى تقارن نفسك من محمود الخطيب، ده اعظم رئيس نادي. ده عندكم. ومش شرف ليا انتوا خونة ولا عليا عظيم. مش شرف ليا. والله العظيم ما شرف. ليه؟ لان انا شوكه في ظهركم وفي ظهركم وهستمر. بتقولوا ادابكم كل يوم. ما اتحبس ليه؟ رحت سلمت نفسي. مش عايز اتكلم عن الحكم عشان بحترم الارض. تمام؟ وقضيت رمضان في السجن وانا ما عملتش حاجه. بس انتوا هربانين خونه. انتوا كلكم خونه هربانين. كلكم واخدين مؤبدات واعدامات وهربانين بره مصر. تمام؟ دول ولا رئيس النادي ده. شوفوهم بيقولوا عليه ايه؟ اعظم رئيس نادي. وانا اقول لك ايه؟ وصمه عرف ده كريم الرياضه مرتضى منصور. عشان شريف؟ عشان بحب بلدي؟ عشان واقف ورا بلدي؟ مش واقف ورا رئيس بلدي. لا انا واقف ورا بلدي. قلت لهم قبل كده 100 مره. اوعى تفتكر ان مصر هي السادات او حسني مبارك او جمال عبد الناصر او السيسي. مصر هي مصر. لما تقعد تطلع اشاعات كل يوم، البنوك بتنهار، الناس مش لاقيه تاكل، هيجي لك سياح ازاي؟ هيجي لك استثمار ازاي؟ هو انت كده بتضرب في السيسي؟ انت كده بتضرب في بلدك نفسها يا خاين. وحقك انك انت اولاد التاني اللي هربان اللي اسمه زفت الطين كذاب ده اللي بيسمي نفسه صادق. تمام؟ كل يوم دعم ليه؟ احنا وراه واقفين معاه. والوحيد اللي واقف مع بلده ده مش شايفين البهدله اللي احنا بنتعملها. فربنا يستر ونلحق نخلص المرحله الاولى، ما نتحبس او نتعزل او نتجمد او نروح القلعه. ربنا يستر. ولما بيحصل ده للاسف ما بلاقيش حد واقف ورايا ومعايا الا ربنا واسرتي. الا ربنا واسرتي. النادي باظ، النادي ضاع، النادي حضرتك عملت لي ايه؟ حضرتك بتيجي الجلسات بتاعت المحاكمه؟ لا. حضرتك لما توقف القيد حضرتك جيت معايا اتحاد الكوره؟ لا. حضرتك رحت معايا؟ لا. طب انا عندي جلسه مش عارف تقول 18 ولا 19 عملت